نصمم فنبدع وننفذ فتنبهر. اهلا بيكم في تسليم جديد من شركه سويفي. زي ما عودناكم بنوريكم شغلنا في كل مكان. احنا النهارده هنا في التجمع الخامس شقه الدكتور مصطفى رميح. دكتور مصطفى من الشخصيات الجميله جدا اللي عايشه في فرنسا، وهو دكتور عظام كبير جدا، ربنا يبارك له ويديله الصحه. من الناس الذوق جدا والكلاينت الشيك قوي اللي اتعاملنا معاهم. الحمد لله رب العالمين قدرنا نخلص الشقة على خير، وعملنا فيها شغل مميز شيك زي ما حضراتكم شايفين. قدرنا نشتغل من أول التأسيس على تأسيس الكهرباء والسباكة والفريون، وقدرنا نأسس تكييف الكونسيلت بالشكل ده. شكله جميل جدا. أسسنا هنا تكييفين 4 حصان علشان نقدر، يعني كل تكييف 4 حصان علشان نقدر نغذي المنطقة دي بطبعا المطبخ اوبن، عشان نقدر نعمل حاجة مناسبة مع الشقة بشكل جميل وشيك. وقدرنا طبعا ننفذ هنا الألموتان على الواجهة بطريقة شيك جدا، وديزاين يمشي مع الواجهه الخارجيه للعماره علشان خاطر الحاجه تبقى شكلها شيك وجميل. ونفذنا كمان الجبسن بورد الفيلات بتوزيعات الاضاءه بشكل مناسب مع الفرنتشر، واشتغلنا على 3 دي ماكس بشكل جميل. في حاجات طبعا لسه في 3 دي ماكس المفروض مع الفرنتشر بتكمل، بس قدرنا ننفذ مجمل الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها في الماكس. وقدرنا طبعا نعمل تجليدات خشبيه بشكل جميل وشيك، مع طبعا الاباليك والمرايه. هنا في كونسول تحت المرايه بشكل جميل شيك منظم وجميل. وعندنا كمان هنا المطبخ من الحاجات اللي اهتمينا فيها وبدأنا نعمل. كان هنا الشقة ليها بابين، باب من الجزء ده وباب من هنا. لغينا باب للشقة من هنا وعملنا الباب ده على الريسبشن، وفتحنا المطبخ امريكان بالشكل ده بجزيرة في شكل جميل منظم شيك. واهتمينا طبعا بالمطبخ وعملنا طبعا بشكل جميل، ووزعنا فيه كل حاجة بطريقة مناسبة وشيك زي ما حضراتكم شايفين. هنا مكان للثلاجة، وطبعا هنا مكان للفرن وميكروويف، وقدرنا نحط هنا مكان برضو لشفاط الهود مع البوتاجاز البلت ان بالشكل ده. كمان عملنا هنا مكان الحوض تحت الشباك، وعملنا طبعا الحوض سيمي سمارت بالشكل ده. من الحاجات اللي احنا ركزنا عليها هنا في الشقه كانت شكلها جميل جدا. هنا الحوض بيطلع بشكل جميل وشيك، وهنا مكان للغساله، وحدات التخزين في المطبخ بشكل يتناسب مع ديكور الشقه وشيك جدا. وحدات في كل مكان بلت ان بشكل جميل جدا، موزع بطريقه شيك وجميله يتناسب مع اختيار الكلاينت للمطبخ بطريقه شيك مناسبه. كمان الجزيره هنا فيها وحدات تخزين كبيره، قدرنا ان احنا نعمل فيها ادراج زي ما حضراتكم شايفين كده، سوفت كلوز بشكل جميل يتناسب مع المطبخ وشياكه المطبخ وجماله. وكمان اختيار الرخام هنا كان باختيار العميل، رخام كوارتز بشكل فيه تجزيعه ذهبي يمشي مع الاكسسوار اللي معمول في المطبخ بالادراج السوفت كلوز بالشكل ده. دي من الحاجات المهمه اللي احنا اهتمينا بيها في المطبخ. كمان قدرنا نعمل هنا لوحة الكهرباء الرئيسية في الطرقة، وكمان عندنا هنا الحمام الضيوف بشكل جميل. قدرنا نختار حوض رخامي بشكل شيك مع الاكسسوار الخلاط جميل جدا مع الاسود، وشكل البورسلين على الحوائط والشباك، ومكان للشفاط وتوزيعات الاضاءه والجبسن بورد للبروفايل، مع استخدام ابواب الخشب الكونتر طبقات باستخدام قشره HBL. دي من الحاجات الجميله اللي احنا قدرنا نشتغل عليها. عندنا كمان هنا غرفة البنات، وطبعا الإضاءة هنا لسه كمان عندنا توزيع الإضاءة يزيد شوية لما نيجي نعمل النجفة. في 3 نجفات هنا في المكان لسه ما ركبوش، في نجفة هنا هتزود الإضاءة شوية، مع كمان هنا دلاية بين السراير. هنا مكان للدولاب ومكان للسراير في الجزء ده، والتجليدة الخشبية بشكل جميل جدا في مكان للتكييف. وكمان الألموتان عملناه بشكل جزء ثابت كده، وعشان خاطر الواجهة الخارجية ما نلعبش فيها، وقدرنا نشتغل على الجزء العلوي بجرار للألموتان بالشكل ده BS كبير شكله جميل ودبل ازاز. من الحاجات المهمه اللي احنا اشتغلنا عليها.
كمان عندنا هنا زي ما قلنا الابواب اللي احنا عملناها ابواب عموله شكلها شيك جدا. وعندنا هنا الحمام الرئيسي قدرنا نشتغل على البورسلين، وطبعا عملنا الخوارنقات دي جوه الحمام، وعملنا خوارنق هنا فوق قاعده سوفت كلوز دروفيت. وعندنا الحوض هنا بشكله جميل جدا وشيك. وكمان هنا مكان للسخان الفوري. من الحاجات المهمه جدا اللي احنا اشتغلنا عليها المرايه والجبسون بورد بتوزيعات الاضاءه، مكان البارتيشن الازاز، تفاصيل جدا كبيره بنقدر نقولها كمان معاكم في الريلز اللي احنا بنشتغل عليه بعد كده. عندنا كمان هنا اوضه النوم الماستر، قدرنا نوزعها بناء على الثري دي باكس اللي احنا عملناه برضو، وقدرنا نعمل هنا مكان للسرير والتجليده الخشبيه دي في الجزء ده، وتجليده هنا عند التسريحه، وهنا مكان للدولاب، ولو هيتعمل هنا دريسنج صغير كمان. دي من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها. وعندنا الحمام الماستر اشتغلنا طبعا على البورسلين ال60 في متر و20، شكله جميل جدا مع استخدام الخوارنقات وبارتيشن ازاز عشان حاجز للميه. وكمان الاكسسوارات اللي اتعملت زي دش بشكل شيك جميل، المسطره اللي اتعملت على الارض، الرخام اللي اتعمل واخد ميل على المسطره بشكل جميل، صندوق الدفن مع القعده المعلقه، شطافه الحوض برضو شكله جميل جدا مع استخدام المرايه، استخدام الاضاءات السقف. دي من الحاجات المهمه جدا برضو اللي موجوده هنا جوه الغرفه. البورسلين طبعا ده بورسلين هندي، في الشقه كلها بورسلين هندي وباركيه في الغرف. عندنا هنا غرفه اولاد برضو عملنا هنا مكان توزيعات، وهنا تجليده خشبيه بشكل جميل جدا متناسق وشيك يتناسب مع المكان. الشبابيك هنا برضو ملتزمين بواجهه خارجيه، قدرنا نشتغل على كل تفصيله موجوده هنا. وعملنا المعابر اللي فاصله بين الباركيه وبين البورسلين. دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا قدرنا نشتغل عليها. شقه هنا جميله جدا وشيك وهاديه وراقيه، قدرنا نشتغل على كل تفصيله فيها عشان نقدر نطلع حاجه جميله شيك تتناسب مع ذوق الكلاينت. طبعا هنا الكلاينت كان ليه مواصفات خاصه علشان مقيم في فرنسا وعاوز حاجات الى حد ما تتناسب مع الذوق اللي هو عايش فيه، وقدرنا نعمل حاجه هاديه سيمبل بسيطه بشغل جميل وشيك هادي راقي، قدرنا نخلصه في وقت كويس والحمد لله. ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية. وفي نهاية الفيديو انا بشكر كل مهندسين شركة السويفي، بشكر كل الناس اللي تعبت على الشقة، بشكر فريق العمل السوشيال ميديا، بشكر كل المقاولين، وبشكر كل الصناعية اللي اشتغلت معانا في المكان. بشكركم جدا على متابعتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.